أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر مباريات دورينا ونصل للجولة 29 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 بالنسخة رقم 48 هنا في أربيل. صافرة البداية على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري ومن ملعب فرانسو حريري. لقاء أربيل يستضيف نادي القاسم. أربيل صاحب الترتيب الثالث ب 56 نقطة يستضيف صاحب الترتيب الأخير بنقطة واحدة اللي هو نادي القاسم بهذه المباراة. كل التوفيق لكلا الفريقين بهذا اللقاء. تشكيلة فريق أربيل لمباراة اليوم: تحدث عن كميل سعدي وهمان طارق، أحمد زيرو، هارون الزبيدي، مارلون شوبانوف لاعب الأوزبكي، وعلي شاخوان، ولدينا إيسيان لاعب النيجيري، والفارو البوليفي، وسفين منصور، ومايكل جابريرا لاعب الأورغواياني، وكذلك في المقدمة الأوزبكي شيرزود تيميروف. هذه تشكيلة فريق أربيل لمباراة اليوم. بالمقابل نادي القاسم يدخل بمصطفى طارق، كرار علي، مرتضى قصاد، وذو الفقار محمد، ولدينا أحمد ناجي، وعبد الله باسم، محمد سعيد، علي كريم، سيف حاتم، وشهاب أحمد، وعبد الخالق محمد. هذه تشكيلة نادي القاسم لمباراة اليوم. طاقم تحكيم المباراة بقيادة محمد علي، سعد علي فاضل، ومصطفى محمد، اياد زاحم، و في غرفة الفار لدينا فيد كريم وعلاء محمد. بالتوفيق للفريقين، بالتوفيق لطاقم تحكيم هذه المباراة. مباراة مهمة لفريق أربيل. إضافة النقاط يحاول فريق أربيل بكل تأكيد، يعني إذا ما كانت المباريات اللي على ملعبه، وبالتالي نادي القاسم كذلك يبحث عن أول انتصار له هذا الموسم وصولا للجولة 29. فريق لم يفز ب 28 جولة. الأمور الكل يعلم نادي القاسم، بينما هنا تصويبة وإبعاد من مصطفى طارق، إبعاد للكرة الماضية. حالة تسلل علي فاضل حكم المساعد الأول. هنا المدرب حسن هادي مدرب نادي القاسم. هذه الكرة الماضية في وضعية تسلل كان شيرزود تيميروف هداف نادي أربيل وهداف دورينا ب 22 هدف من خلال هذا الموسم. كرة وصلت لحارس المرمى، هذا تيميروف لاعب الأوزبكي. كرة الماضية وبالتالي وصلت لحارس المرمى، تبقى لنادي أربيل. ملعوب الكرة، تمرير إلى منتصف الملعب، بعد ذلك لعلي شاخوان، عودة بالكرة إلى الخلف، تمرير الآن، محاولة مستمرة، تمرر الكرة، نقلات للاعبي فريق أربيل. يحاول فريق أربيل أن يسجل في الدقائق الأولى ويحاول أن يحافظ على شباك نادي القاسم في أول الدقائق. بكل تأكيد يعني الأمور التي رافقت نادي القاسم بهذا الموسم والنتائج الغير مرضية والنتائج التي كانت بالنسبة للفريق هذا أسوأ موسم بالنسبة لفريق نادي القاسم على مستوى النتائج.
موسم السادس طبعا بدوري الأضواء، ولكن هذا الموسم الأمور التي رافقت الفريق، النتائج السلبية، النتائج التي لم ترضي الجماهير ولا حتى اللاعبين، ولكن الفريق يحاول بهذه المباراة الوصول لأول انتصار، الوصول لأول انتصار له من خلال هذا الموسم. كرة ملعوبة الآن، وصلت وبعد ذلك تمرر. هجوم كرة الماضية، تبعد الكرة من أمام عبد الخالق محمد، وصلت إلى جهة اليسار. علي شاخوان بكرة وتمريرة، بعد ذلك وصلت لسفين منصور. سفين يحاول بهذه الكرة، تمرير بعد ذلك، تبقى المحاولة، الهجوم الآن. أربيل بمحاولات وبكل تأكيد عن طريق الأطراف، المحاولة مستمرة. همام ضغط واضح، كرة ترسل للأمام وضربة رأسية وصلت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الفارو كرة الماضية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ضغط واضح من نادي أربيل، فارق المراكز، فارق على مستوى اللاعبين. مباراة تقام على ملعب نادي أربيل، بكل تأكيد يعني ستكون له الأفضلية على مستوى الاستحواذ والانتشار، ولكن هذا لا يمنع من أنه نادي القاسم ربما يأتي بأول الأهداف. هو سيعتمد على الكرات المرتدة. نادي القاسم الفريق القادم من خسارة كبيرة أمام نادي الغراف ب5 أهداف مقابل هدف واحد. عبد الله باسم هو من سجل الهدف الوحيد في المباراة الماضية، بينما نادي أربيل فريق الكل يعلم جولة الماضية الفوز على النفط بهدفين عن طريق مارلين شوبانوف وجيلان لقمان، قادم من انتصار ويريد أن يعزز الانتصار بكل تأكيد. الكرة ملعوبة للأمام، تبعد الكرة بمتابعة كذلك سيف حاتم، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هنا علي شاخوان، علي كرة الماضية، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا رمية التماس عن طريق أحمد ناجي. أحمد على التنفيذ، كرة تنفذ، تبعد بضربة رأسية عن طريق إيسيان. هذا إيديديم إيسيان لاعب النيجيري. كرة إلى رمية تماس من جديد لمصلحة نادي القاسم. مباريات مستمرة، دوري مستمر، أهمية المباريات تبقى، أهمية المباريات وتبقى لكل مباراة بكل تأكيد يعني. هنا هجوم لنادي القاسم، محاولة خطيرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله باسم بالكرة الماضية، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. لاعب اللي سجل كذلك في مباراة نوروز، هذا عبد الله باسم، تقدم وسدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. محاولة جيدة لنادي القاسم. أحمد زيرو بكرة ترسل الآن. دقيقة 10. يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي أينما كنتم، تستمر مباريات دورينا ونلعب في الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، الموسم 25-26، النسخة رقم 48 للدوري العراقي. متصدر
يبقى فريق القوة الجوية، وتبقى كذلك الوصافة لنادي الشرطة. أربيل بالترتيب الثالث، منافسة على الحصول على لقب هذا الموسم. ولا زلنا في جولة تتحدث عن الجولات المتبقية وصولا للجولة رقم 38 كآخر جولة لهذا الموسم. لمن ستكون الكلمة بالأخير؟ هذه كرة صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة الآن. هذا الفارو في الكرة الماضية، بينما هنا حكم اللقاء محمد علي، حكم هذه المباراة. بالسلامة لمدافع نادي القاسم في اللقطة الماضية. أربيل ب 16 انتصار، 8 تعادلات، 4 خسار، سجل 39 هدف، منها 22 هدف للاعب تيميروف، وفي مرماهم 23 هدف. هنا ذو الفقار محمد، بالسلامة لذو الفقار، بينما هنا محمد علي حكم المباراة. وهذا الفارو مصطفى طارق. الكرة تبعد بضربة رأسية إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمي التماس. تنفذ الكرة، علي شاخوان، تيميروف حاول التقدم والمرور، أوزبكي يعود لعلي شاخوان، وصلت لهمام طارق، علي من جديد، أربيل. هناك مباريات تقام بذات التوقيت الآن، كذلك من المباريات المهمة لهذه الجولة بكل تأكيد. ديالة، نفط، زوراء الكرخ. وتختتم المباريات لهذه الجولة بمباراة دهوك والقوة الجوية والغراف والطلبة. هذه الكرة الماضية التي مرت إلى الخارج. 3 مباريات تقام بذات التوقيت، تنقل عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. كرة ملعوبة لهمام، بعد ذلك الكرة وصلت لعلي شاخوان للأمام، طالت على أحمد زيرو، طالت على أحمد زيرو في اللقطة الماضية. كرة إلى ركلة مرمى، هنا همام اعتماد على بعض الأسماء، اللاعبين الخبرة وكذلك اللاعبين الشباب واللاعبين المحترفين لكل المباريات لكل الجولات. كرة ملعوبة لهارون الزبيدي، تصل لحارس المرمى كوميل، تمرر لمارلين، همام طارق، تمرير الكرة في منتصف الملعب، إيسيان، علي شاخوان، تمرير بعد ذلك جهة اليمين. كل يعلم بأنه زاخو مباراة مؤجلة بهذه الجولة أمام فريق الميناء لارتباط مباريات فريق زاخو بمباريات دوري أبطال الخليج.
سيواجه فيها فريق الشباب السعودي. مباراة مهمة جدا بالنسبة لفريق زاخو. كل التوفيق لزاخو أمام الشباب في مبارياته، في مباريات دوري أبطال الخليج. هذا المدرب باسل قاسم. دور طبعا قبل النهائي زاخو والشباب، نصف النهائي. هنا عبد الله باسم، مصطفى طارق، كرة أمامية في المنتصف، تمرير صافرة وخطأ بعد الراية التي كانت حاضرة من مصطفى محمد الحكم المساعد الثاني. خطأ على عبد الله باسم. بالسلامة لهمام، سقوط، وبالتالي لا نتمنى أن نشاهد إصابة. بالسلامة لهمام، بالسلامة. هذا السقوط، وبالتالي السقوط هذا بطبيعة الحال مؤلم، وبطبيعة الحال ربما يسبب إصابة. بالسلامة همام. تمرير الكرة وصلت لمارلين، بعد ذلك هارون الزبيدي، أحمد زيرو، هارون، تمرير، هدف هذا الموسم طبعا لهارون الزبيدي مدافع نادي أربيل. تتحدث عن الأهداف التي سجلت لفريق نادي أربيل. كما ذكرت يعني أغلب الأهداف لتيميروف، بينما هنا همام يحاول تمريره لعلي شاخوان، ولكن بعد ذلك تبعد الكرة. هدف هارون كان على النفط في مباراة 3-1 اللي فاز فيها فريق أربيل، في يوم سجل مع مصطفى قابيل وتيميروف. إيسيان، تمرير أحمد زيرو، إيسيان، إيديديم، همام طارق، وصلت لمارلين، يمرر لهارون سفين، كرة أمامية، هجوم لنادي القاسم، ضغط على حامل الكرة لغاية الآن نادي القاسم، دفاعات والضغط على حامل الكرة من خلال الكرات اللي فيها يهاجم نادي أربيل. تشاهد هنالك ضغط على حامل الكرة من قبل لاعبي نادي القاسم، يتصرف اللاعبين بشكل ممتاز. ضغط من أحمد ناجي لجهة اليمين، بينما هنا التصويبة التي اصطدت وتغيرت، ومن قبلها لدينا حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هنا الفارو لاعب البوليفي حكم المباراة محمد علي، واحد من الحكام الشباب اللي نتمنى له التوفيق كذلك. هذه الكرة التي كان فيها متسلل تيميروف من الكرة الأولى. أحمد زيرو، حالات الأوفسايد حالتين على نادي أربيل ولا حالة على نادي القاسم، بينما هنا كرار علي، وهنا بالمقابل لاعب مايكل جابريرا. صافرة والخطأ، كرة تنفذ إلى تماس أربيل، أفضل استحواذ، امتلاك للكرة، انتشاره في الملعب، ولكنه لم يخطر مرمى الحارس مصطفى طارق بكرة على المرمى، بكرة حقيقية. متماسكة دفاعات نادي القاسم لغاية الآن،
بقيادة هذا الرجل حسن هادي. هنا كرار خطأ لمايكل من الأورغواي، وركلة حرة مباشرة. ثلاثة أهداف لهذا اللاعب. جابريرا سجل على الزوراء في مباراة 1-1، وسجل على ديالا في مباراة 2-0. من الأهداف التي سجلها هذا اللاعب جابريرا. ركلة حرة مباشرة. هدفين طبعا على ديالا في تلك المباراة، في مباراة 2-0 هو مايكل سجل. كرة وصلت لحارس المرمى من مارلين، ضربة رأسية تصل لحارس المرمى في الكرة الماضية مصطفى طارق. كرة تنفذ للأمام، بعد ذلك تبعد الكرة، وصلت لعلي شاخوان. تلاك الكرة بنسبة واضحة جدا وفارقة تتحدث عنها في الدقائق التي مرت، يعني واضحة جدا. 21 دقيقة واضحة جدا الأمور لنادي أربيل. استحواذ، الانتشار في الملعب، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى نادي القاسم. ربما من خلال هذه الكرة الفريق يحاول، كرة بتصل للمدافع، أبعد الكرة للأمام. كانت الكرة باتجاه علي كريم ولكنها تبعد، وصلت لعلي شاخوان. إيسيان تقطع، تبعد. عبد الله باسم يحاول فيها، وهارون تقطع الكرة، تصل لأحمد زيرو. ضغط من عبد الله باسم وعلي كريم. كرة وصلت لمارلين. هجوم لنادي أربيل، تصل لهمام طارق. همام علي شاخوان. هجوم الآن تيمي روف. تيمي تقطع الكرة بشكل ممتاز، وبعد ذلك صافرة وخطأ، ركلة حرة غير مباشرة. هذا مايكل. كرة الماضية وخطأ هي عبد الخالق محمد. ركلة حرة غير مباشرة في الكرة الماضية لمصلحة نادي القاسم، اللي لا يزال لغاية الآن متعادلا في المباراة. فريق اللي لم يتعادل إلا بمباراة واحدة، وكانت في الجولة الرابعة، تعادل أمام الغراب بدون أهداف. باقي المباريات تتحدث عن 27 خسارة، 28 جولة لم يحقق الانتصار. رقم مخيف، هذا الرقم مخيف، وهذا الرقم لم نكن نتمنى أن يكون حاضرا مع هذا النادي. اي والله مخيف. 28 جولة بدون انتصار. ومع من؟ مع فريق قدم، مع فريق كانت الأمور ممتازة جدا، كانت الأمور ممتازة جدا في المواسم الماضية. تتحدث عن الموسم السادس بالنسبة لنادي القاسم بدور الأضواء، وتتحدث عن أفضل المواسم اللي كان موسم 24-25 الترتيب العاشر. أنهى الموسم بالترتيب العاشر ب52 نقطة، كان أفضل المواسم بالنسبة لنادي القاسم. أحرج الكبار
أندية جماهيرية، أندية حققت الألقاب. تشاهد نادي القاسم وقف يجاري الأندية وسجال، وقدم مباريات كبيرة وحقق الانتصارات وبجدارة أمام فرق كبيرة في دورينا. ولكن هذا الموسم الأمور تغيرت، الأمور ليست بتلك الأمور التي كان يتمناها نادي القاسم كإدارة، ككادر تدريبي، كلاعبين، كجماهير. جماهير نادي القاسم كذلك يمتلك من الجماهير الوفية التي رافقت الفريق في المواسم الماضية في بغداد، في باقي المحافظات، في النجف الأشرف اللي بكل تأكيد نادي القاسم يلعب على ملعب النجف الدولي. ولكن هذا الموسم تغير الواقع، تغير الحال، أصبحت الأمور صعبة، انقلبت الأمور. على كل حال ما كنا نتمنى تكون الأمور بهكذا صورة. كرة ملعوبة الآن، تمرير لهارون الزبيدي، سفين منصور، هارون، مارلين، يمرر علي شاخوان بالتمرير الكرة، بعد ذلك تصل لهمام، كرة اصطدت بالسلامة للاعب نادي القاسم. شوف هذه الكرة الماضية التي اصطدت بأحمد ناجي دافع اليمين بنادي القاسم، كرة لهمام يحاول فيها ضغط من ناجي، تقطع، استلام، ابعاد للكرة، مارلين يتابع الكرة وتترك الى خارج ارضية الملعب الى تماس. كرة فيها تمرير تقطع لنادي القاسم، انطلاقة سريعة، هدف اول ممكن، ولكن التغطية حاضرة من المدافعين. احمد زيرو يقطع الكرة، وكانت خطيرة وكانت سريعة، الكرة التي تخطف بشكل سريع من عبد الله باسم. كان عبد الله باسم كان في الكرة الماضية، الكرة التي انطلق فيها، ولكن التغطية التي كانت حاضرة بعد ذلك من المدافع احمد زيرو اللي على تنفيذ الخطأ. الآن ركلة حرة مباشرة، هنا شاب احمد، بينما هنا الكابتن مرتضى قصاد، سنوات في دورينا، تتحدث عن الأندية، تتحدث عن المشوار الطويل بالنسبة كذلك لهذا اللاعب، واحد من أبرز الأسماء مع نادي القاسم اللي هو مرتضى قصاد، لاعب بكل تأكيد مؤثر، يعطي الثقة لبقية اللاعبين، يعطي ثقة للكادر التدريبي لهذا المدرب. أتحدث عن مرتضى قصاد كابتن الفريق. كرة تنفذ، بعد ذلك تبعد بضربة رأسية، المحاولة مستمرة، تبعد بعد ذلك، في منتصف الملعب مارلين، كرة فيها عودة للأمام، تترك، وصلت لحارس المرمى. وهل تنسى تلك الأيام الجميلة بالنسبة
لذلك الموسم. هل تنسى تلك الأيام الجميلة؟ هل تنسى تلك الليالي والنتائج المرضية، النتائج التي كانت تتحقق بجدارة؟ تنسى أيام الحارث حاتم؟ لا والله، لا والله، لا تنسى. تنسى أيام سيف رشيد؟ لا والله، لا والله، لا تنسى. تلك الأيام أين ذهبت يا نادي القاسم؟ أين ذهبت تلك الأيام التي كان فيها النادي له الكلمة بمواجهة الفرق الكبيرة ويحقق الانتصارات وبجدارة؟ كرة ملعوبة لعلي شاخوان، تمرير الكرة وصلت لأحمد زيرو، بعد ذلك تبقى المحاولة إلى مرتضى قصاد، يحاول فيها الكابتن سيطر على كرته، يعود إلى الخلف، تمرير للأمام مرة أخرى، جهة اليمين، المحاولة مستمرة، تقطع من همام طارق، همام طلق فيها، يمرر الآن لشيرزود تيميروف، تيمي مقطوع الكرة الآن، تقطع ابعاد خاطئ، وصلت لزيرو، احمد يصوب وحارس المرمى كاد ان يخطئ فيها مصطفى طارق، والكرة مرت الى خارج ارضية الملعب، مرت الى ركلة ركنية. شوف التصويبة، اصطدت بالارض، غالطت حارس المرمى، وبعد ذلك تحولت الى ركلة ركنية لنادي اربيل، ركلة ركنية لنادي اربيل. هذه الكرة الماضية ركنية لاربيل. هنا مايكل همام، كرة تنفذ، طالت الى خارج ارضية الملعب، ركنيتين لنادي اربيل ولا ركنية لنادي القاسم لغاية الان. ايام التي كان فيها يحسب لمواجهات نادي القاسم. يقول لك الجولة اللي يكون فيها فريق يواجه نادي القاسم هناك حسابات عديدة تكون لدى هذا الفريق، كيف سيواجه نادي القاسم وكيف سيحقق الانتصار على نادي القاسم. هذا لصعوبة الفريق، هذا لتألق نادي القاسم، هذا للمباريات والأشواط التي كان فيها يمتع في دورينا، يمتع الكل اتفق في المواسم الأخيرة وبالتحديد الموسم الماضي على أنه القاسم قدم كرة قدم جميلة ورائعة جدا، ولكن هذه الأيام تذهب ونتمنى أن تعود. اي والله نتمنى أن تعود بالنسبة لنادي القاسم. رمية التماس تنفذ، بينما بالمقابل أربيل الفريق الذي حقق 4 ألقاب سابقة، الفريق الذي كذلك لديه من الأسماء ولديه ملعب ممتاز وجماهير، حضور جماهيري في أغلب المباريات، مدرجات هذا الملعب فرانسو حريري تمتلئ تماما. بالمناسبة هناك أمطار الآن، أمطار، وشوف الجماهير حاضرة وجالسة على المدرجات. تحية لجماهير أربيل، تحية لهذه الجماهير الوفية تحت الأمطار في كل الظروف، تحضر وتساند الفريق، تحضر وتساند الفريق، ما يهمها الأمر وما يهمها كل الظروف، تحضر لكل مباراة
على المدرجات الصغار والكبار. هكذا جماهير الإمبراطور، جماهير أربيل في كل لقاء على هذا الملعب يقام. إيسيان، كرة ملعوبة الآن. أحمد زيرو، علي شاخوان. 10 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول، ولا تزال الأمور التعادل بدون أهداف، مع أفضلية سيطرة على الكرة، امتلاك الكرة بالنسبة لنادي أربيل. كرات الثابتة كذلك لديهم الأفضلية على مستوى الخطورة. واحدة من أخطر الكرات كانت كرة هذا اللاعب أحمد زيرو. هنا تيمي روف، الكرة بعد ذلك لألفارو، تقطع الكرة أمامية. الكرة الآن إيسيان، أحمد زيرو، في المنتصف تمرير لهمام، همام طارق، عالية الكرة والضربة الرأسية مرت على الكابتن، مرت على سفين منصور. هذا هو كابتن نادي أربيل. بينما هنا الجنرال باسم قاسم، الحضور على مستوى الألقاب، تتحدث عن الزوراء، تتحدث عن القوة الجوية، تتحدث من قبلها كذلك نادي من أندية شمالنا العزيز اللي هو نادي تهوك، يريد هذا الموسم أن يفعلها مع نادي أربيل. ولا زالت الأمور للقوة الجوية بالصدارة. الشرطة في الترتيب الثاني، الأربيل في الترتيب الثالث. هنالك كذلك الأمور بالنسبة لأندية الزوراء، الطلبة، كل هذه الأندية تتحدث عن المراكز الأربعة الخمسة الأولى في ترتيب دورينا. ولا زالت الأمور غير واضحة لغاية الآن. ربما تتغير الأمور في الجولات القادمة، ربما الشرطة يعود للصدارة، ربما يتراجع القوة الجوية، ربما يتقدم الزوراء، ربما يتراجع الطلبة، ربما يتقدم الطلبة، وكذلك بنفس الحال ربما أربيل. نبقى ننتظر، وجولات صعبة، كل المباريات صعبة، مباريات المتبقية إن كانت على أرضك وإن كانت خارج أرضك، فكل المباريات ستكون صعبة. كل المباريات تلعب بأنها مباراة ختامية، وبالتحديد لأندية القوة الجوية والشرطة. كل مباراة سيلعبها فريق القوة الجوية تعتبر بمباراة ختامية، كل مباراة سيلعبها فريق الشرطة تعتبر مباراة ختامية. هنا تصويبة حلوة 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 حلوة، كانت الكرة جميلة، كانت الكرة رائعة، كانت التصويبة الماضية، ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية، وكانت المحاولة جيدة، وكانت المحاولة رائعة. لا بل كانت مثيرة جدا التصويبة الماضية التي أتت عن طريق اللاعب علي كريم، ولكن حارس المرمى كميل كان في المكان السليم. ربما لدينا تغيير، هذا علي كريم اللي سدد الكرة، وحارس المرمى في المكان السليم كميل سعدي. هذه التصويبة حلوة، كانت رائعة جدا، كانت من قبل علي كريم، يختار التصويب واتخذ القرار وصوب، وحارس المرمى كذلك بلقطة كانت جميلة. كرة لهمام، عالية الكرة، تبعد بعد ذلك تصويب الكرة باتجاه المرمى،
والكرة شوف خروج الفارو، خروج الفارو ودخول لكريستوفر جون لاعب النيجيري يشارك. كريستوفر جون لديه هدف من خلال هذا الموسم في مباراة القرمة، في مباراة 3-2 اللي فاز فيها فريق أربيل. تيميروف وكريستوفر جون وعلي شاخوان هم من سجلوا في تلك المباراة. كرة لأحمد زيرو، محاولة مستمرة تبعد من محمد سعيد، وصلت بعد ذلك لهمام طارق، تمرير تقطع، المحاولة للأمام ترسل، وصلت لمارلين إيسيان إيديدين. تمرير الكرة لأحمد زيرو، كريستوفر جون مع أول كرة بعد دخوله، اللاعب البديل الوحيد اللي في المباراة، وهنا الضربة الرأسية ولكن تبعد من أمام مايكل، تبعد من قبل حارس المرمى مصطفى طارق اللي أبعد الكرة، واللي كان ذكاء كبير بحضوره لهذه اللقطة، لهذه الكرة التي اصطدت بالأرض، وبعد ذلك المدافع تابع الكرة بإبعاد إلى ركلة ركنية من قبل أحمد ناجي. هذا مايكل. كرة الماضية جابريرا، بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين 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 الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف 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 يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم، ثاني أهدافه بهذا الموسم، وثاني أهدافه على التوالي بعد ما سجل في المباراة الماضية في مرمى النفط. يسجل اليوم ويفتتح باب التسجيل نادي القاسم. الصمود ل 42 دقيقة، الصمود كان حاضرا ل 42 دقيقة، ولكن بعد ذلك هذا اللاعب هو من يأتي بأول الأهداف، هو من هز الشباك. كرة الأولى كانت في القائم، بعد ذلك تابع الكرة، وبعد ذلك سدد، ومن ثم سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بلقاء لحساب الجولة 29 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 النسخة رقم 48. هل سيبقى صامدا دفاعات نادي القاسم ويكتفي بدخول هذا الهدف ويحاول أن يعود للمباراة من الكرات المرتدة، بينما همام بتصويبة كانت قوية ولكنها علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الاستلام والتصويبة كانت قوية، كانت قوية، كانت قوية الكرة الماضية، ولكنها علت العارضة بقليل. دقيقة الأخيرة الآن، وبعد ذلك سنلعب في الوقت المضاف للشوط الأول. أعتقد سيكون دقيقة إلى ربما دقيقتين. مباراة لم تتوقف في الشوط الأول كثيرا. هذا كريستوفر جون
سفين منصور، هارون الزبيدي، كرة للأمام ترسل، كريستوفر ومرتضى قصاد، تمرير الكرة، بعد ذلك من همام تبعد بضربة رأسية في اللقطة الماضية، تبقى المحاولة، وصلت لهمام، تمرير لعلي شاخوان، علي لهمام، يحاول همام، تمرير، تبقى الكرة، وصلت لتيميروف، إيسيان، سفين، 3 دقائق إذن الوقت المضاف بالشوط الأول. أفضلية كانت واضحة لفريق أربيل على مستوى الاستحواذ وامتلاك للكرة. نادي القاسم كان بمحاولات من الكرات المرتدة، كانت واحدة لعبد الله باسم، التصويبة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب، وهناك كانت واحدة كذلك من التصويبات التي كانت لعلي كريم، وحارس المرمى سيطر على الكرة. هذه الكرات التي كانت لنادي القاسم في المباراة، في شوط المباراة الأول. حسن هادي مدرب الفريق، كرة أمامية، تلعب بعد ذلك المتابعة للكرة، والهجوم يتواصل، والضربة الرأسية عبد الله باسم الكرة الماضية، ولكنها وصلت لحارس المرمى إيسيان، سفين منصور، إيسيان مرة أخرى تصل الكرة، والمحاولة لا زالت الآن. هارون، تمرير، بعد ذلك المتابعة. شوط ثاني ننتظر أن يكون أجمل ما بين الفريقين، نتمنى أن يكون الأداء أفضل. أحمد زيرو يحاول، هذا تصويبة ولكنها مرت. مايكل بتصويبة كانت قوية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، واعتقد بأنها ستكون الأخيرة لهذا الشوط الأول. الكرة العرضية كانت ممتازة، وبعد ذلك حتى التصويبة بشكل مباشر على الطاير كذلك كانت ممتازة وكانت قوية، ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. جماهير نادي أربيل فرحت بهذا التقدم لغاية الآن. هنا حارس المرمى، وهنا المدرب مع الكرة الماضية. كانت الصافرة حاضرة لنهاية الشوط الأول بتقدم نادي أربيل بهدف مقابل لا شيء لنادي القاسم. سجل الهدف في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب الأوزبكي مارلين شوبانوف. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.
يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي أو لزميله الآن. الله الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، أي هدف، أي تصويبة، أي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي أيام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من أروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من أروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم بعد أن سجل بشباك القاسم ودهوك. أما الكرخ اللي أصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة تشاهد سامر محسن، أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد، كانت أبعد وسجلها. لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب. لا 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 لا، هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة جميلة جميلة. نعم إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، حركها يونس غني، حركها يونس غني. وأي تصويبة، أي تصويبة جميلة. نعم بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب، فما بالك بالأقرب. الله يا يونس غني، شوف 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 المزعجة والخطيرة يرسلها عالية إلى الأمام، محاولة بالراس لا زالت قائمة، المتابعة تصويب. سجل هدفه الأول 9 دقائق الثواني. اللاعب السرسطم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما نعم بتحول الكرة إلى ضربة ركنية، سجل من خلالها تاريخ نادي زاخو أول أهداف المباراة. ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسطم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس. أيمن السيد العائد غياب ميلاد أيضا بروحية القائد، يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل
الله على المرور والعبور والعرضية. الله إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية. أي مرور وتمويه رائع جدا واختراق وعرضية لاقاها التألق والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا مارادونا، عالية الكرة خطيرة. الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل وعن طريق النيجيري كومو لافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومو لافي عالية كانت ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف، وهنا كومو لافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة. الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال، خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمغدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة جميلة جميلة، نعم جميلة. وهدف التعديل لديالا، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض لإصابة مرتين بهذا اللقاء لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المثقل بالجروح. إذن الكرة الثابتة الآن، وسنكمل هذه الكرة. عدت هنا، الله يا كريم، الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب، ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك بالكرة ثابتة. جعلت الحارس يشاهد، يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول من كريم درويش، يسجل أول أهداف في اللقاء التي يحتاجها لاعبين هذا الشق. يلعبون على الأطراف، حسين جبار يلعب الكرة العرضية، جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل أول أهداف القيثارة، تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام، خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان، أحمد فرحان يبحث عن زاوية. الله، جول. هدف ثاني للقيثارة في الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة، ونعم في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي،
ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة على لعب الركلة الركنية. محمود المواس يلعب الركنية على القائم الأول هنا الراسية، جول سجل في مرمى القاسم 7 والآن على النجف 3 أهداف. نعم الهدف في الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة، هدف في الدقيقة 53. شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول يونس إلى هاريسون كرة اصطدت هنا الراسية من هاريسون، يحاول الآن أيمن لوي، جول هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة وفي الأخير نجح شاهد راسية هاريسون ومن ثم إلى رضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة والكرة الخطيرة وجول أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء أربيل وفريق نادي القاسم. تركنا الشوط الأول بتقدم نادي أربيل بهدف لمارلون شوبانوف في الدقيقة 42. هنا الشوط الثاني لقاء لحساب الجولة 29 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 نسخة رقم 48 للدوري العراقي.
بداية الشوط الثاني يبدو لي لا توجد تغييرات ما بين الشوطين لكلا الفريقين. لدينا خطأ، تنفذ الكرة للأمام لنادي القاسم من مرتضى قصاد. الكرة مقطوعة وصلت لكريستوفر جون. سفين منصور، كريستوفر يحاول فيها، كرة لا زالت لنادي القاسم. تمرير بعد ذلك، إخراج الكرة. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب اللي هو كريستوفر جون. بالسلامة للاعب نادي أربيل، لاعب البديل الوحيد اللي في المباراة بكرة كانت لقطة الماضية ما بينه وبين محمد سعيد. السلامة لكريستوفر، لاعب الذي جاء بديلا لألفارو. يعود بكل روح رياضية عالية لنادي القاسم بالكرة الماضية. شوط أول كانت أفضلية لنادي أربيل واضحة جدا. هنا الشوط الثاني، وبداية الشوط الثاني الدقائق الأولى سيحاول نادي القاسم أن يعود بالمباراة. كرة كريستوفر لعلي شاخوان، تمرير الكرة تيميروف، كريستوفر جون لمارلين، يمرر الكرة وبعد ذلك تقطع. علي شاخوان أقرب للكرة لمصلحة نادي أربيل، تمرير للأمام، طالب بخطأ. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. هجوم مرتد لنادي القاسم، حاول عن طريق عبد الله باسم إلى الخارج إلى تماس. هنا علي شاخوان، كرة إلى تماس. هذه الكرة التي أصيب فيها وطالب فيها بخطأ كريستوفر جون. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. كرة لهمان طارق، إيسيان، همان مرة أخرى، يعود لمارلين، سفين منصور يمرر لإيسيان، تقطع لعبد الله، تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لنادي أربيل. هنا أحمد زيرو، خسارة بهذه النتيجة بهدف مقابل لا شيء بالنسبة لنادي القاسم من الخسارة التي تلقاها من أمانة بغداد في المرحلة الأولى، من زاخو في المرحلة الأولى، من القرمة في المرحلة الأولى بنتيجة 1-0، من زاخو في المرحلة الثانية بنتيجة 1-0 كذلك. هذه النتائج من الخسار التي كانت مشابهة لنتيجة هذه المباراة، الخسارة بهدف مقابل لا شيء. لكن الفريق من الخسارة التي تعرض لها بهذا الموسم من أكبر الخسائر، كل يعلم، كانت أمام نادي الشرطة في الجولة 11 ب7 أهداف مقابل هدف واحد. في يومها سجل الهدف الوحيد محمد علي. هنا محمد سعيد كذلك من الخسائر الكبيرة التي تلقاها نادي القاسم. آخر خسارتين، الخسائر المتتالية في الجولة 27 والجولة 28 من القوة الجوية ب5 أهداف مقابل لا شيء، وبعد ذلك من الغراف ب5 أهداف مقابل هدف واحد. هنا ركلة حرة مباشرة، همام طارق، كرة تنفذ تصل لتيميروف، تترك إلى تماس. تماس لنادي أربيل، علي شاخوان،
كرة للأمام وصلت لحارس المرمى. كرة مشتركة مع هارون الزبيدي. بالسلامة لمصطفى طارق حارس المرمى. هذه الكرة الماضية مدافع نادي أربيل وحارس مرمى نادي القاسم. هطول الأمطار مستمر على ملعب فرانسو حريري. هنا المدرب حسن هادي. هذا هارون حارس المرمى يتلقى العلاج. مباراة مستمرة بتقدم نادي أربيل بهدف. لقاء المرحلة الأولى فاز أربيل بهدفين مقابل لا شيء في النجف الأشرف في ملعب النجف، في يوم سجل تيميروف هدفي تلك المباراة، بينما هذه المباراة بهذا الهدف الوحيد. هنا إعادة لهدف المباراة الوحيد اللي كان عن طريق مارلين شوبانوف محترف الأوزبكي، وفرحة جماهير نادي أربيل واللاعب مارلين. هنا شوبانوف، هنا المدرب باسم قاسم. وطول الأمطار بكثافة الآن، والجماهير لا زالت على المدرجات، تبقى تساند، تبقى تؤازر. فريق أربيل متقدم نقاط ثمينة، يريد الوصول للانتصار ال17 والوصول للنقطة رقم 59. كرة أمامية، بالمناسبة مجموع لقاءات الفريقين في الدوري، تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري لا توجد أفضلية لفريق على حساب الفريق الآخر. كل فريق لديه 4 انتصارات على حساب الفريق الآخر. 11 لقاء مع لقاء المرحلة الأولى لهذا الموسم. فوز أربيل ب4 لقاءات ونادي القاسم ب4 لقاءات، و3 تعادلات كانت حاضرة ما بين الفريقين. اليوم اللقاء رقم 12 بتاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، ولا توجد أفضلية لنادي أربيل على نادي القاسم ولا أفضلية لنادي القاسم على نادي أربيل. كل فريق حقق 4 انتصارات، ولكن اليوم المباراة الفاصلة ربما يصل فيها فريق نادي أربيل للانتصار الخامس بتاريخ مواجهات الفريقين، أو ربما يكون تعادل، أو ربما تنقلب الأمور ويفوز نادي القاسم بهذا اللقاء. كل شيء ممكن وارد بكرة القدم. لازلنا في أول 10 دقائق من زمن الشوط الثاني، دقيقة 55 من عمر المباراة، ربما تتغير الأمور. كرة ملعوبة الآن، تبعد بعد ذلك، متابعة عن طريق أحمد زيرو، وصلت لكريستوفر جون. كرة مرت، لدينا حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة على تيميروف. ركلة حرة غير مباشرة، هنا تحتسب حالة التسلل، وبذات التوقيت كان يطالب بخطأ شيرزود تيميروف. هل كان متسللا؟ هل كانت هنالك إعاقة؟ حكم اللقاء محمد علي يتحدث مع فايد كريم وعلاء محمد في غرفة الفار. هل تبقى حالة تسلل؟ نعم، حالة تسلل على تيميروف.
ركلة حرة غير مباشرة. كرة تنفذ عالية، بعد ذلك تبعد. أقرب لعبد الله باسم، يحاول فيها بينه وبين هارون، وصلت لحارس المرمى، تصل لحارس المرمى كميل. تمرير إلى جهة اليمين، المحاولة مستمرة. كريستوفر جون، تمرير الآن همام طارق، طالت على مايكل إلى خارج أرضية الملعب. هذا مايكل إلى الخارج، إلى ركلة مرمى. هذه كرة هارون الزبيدي وعبد الله باسم، كان فيها مطالبة بركلة جزاء. حكم المباراة ينتظر من غرفة الفار، يبدو الحالة سليمة. استمر اللعب، كريستوفر جون يحاول وأقرب لمصطفى طارق. مرتضى قصان، كرة طالت على عبد الخالق محمد. السلامة يا عبد الخالق. فريق لا يزال يقاوم ولا يزال يخوض المباريات ولا يزال ينتظر أول انتصار له من خلال هذا الموسم، ولكن الأمور لا تأتي كما يشتهيها. الأمور لم تأتي كما يريدها نهاد القاسم، فريق الذي قدم الكثير في المواسم الماضية، وبالتحديد في آخر الموسم الماضي. تغيير الآن، ليث محمد سيشارك. أول تغيير لنادي القاسم، ربما عبد الخالق يغادر، يترك المباراة. هنا ليث بديلا لعبد الخالق. إذن أول تغيير للمدرب حسن هادي. كرة تصل لعلي شاخوان، يعود بالكرة إلى الخلف. سفين منصور، إيسيان، همام طارق، كرة عالية، خروج خاطئ لحارس المرمى، خروج خاطئ لحارس المرمى. ولكن الكرة اللي ارتدت من العارضة في اللقطة الماضية كانت خطيرة، كان تيميروف بضربة رأسية، ولكن العارضة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، الخروج الخاطئ لحارس المرمى مصطفى طارق، ولكن الكرة كانت في العارضة، بعد ذلك تعود لحارس المرمى. هذا تيميروف، وهذه الكرة الماضية التي كانت خطيرة وكان ممكن أن يتقدم فيها بهدف ثاني نادي أربيل. كرة وصلت لسفين منصور، علي شاخوان لتيميروف، همام طارق، بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. الآن ركلة ركنية، تبعد الكرة من قبل أحمد ناجي، ركنية لصالح نادي أربيل.
الرياح بكل تأكيد يعني تصب بمصلحة نادي أربيل من خلال الشوط الثاني. إيسيان كرة باتجاه المرمى ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى، مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. باسم قاسم بتوجيهات مستمرة، وهذه الكرة استلمها صح وبعد ذلك صوب الكرة ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. مصطفى طارق كرة تصل الآن ليث محمد، حكم المباراة يعود بالكرة من مكان حدوث الخطأ. شوفوا الأمطار الغزيرة أصبحت الآن بقوة، وطول الأمطار بقوة على ملعب فرانسو حريري، ولكن المباراة مستمرة، المباراة مستمرة. حكم اللقاء محمد علي، بينما مرتضى قصاد على تنفيذ الخطأ والركلة الحرة المباشرة. الكرة تنفذ عالية للأمام لنادي القاسم، الضربة الرأسية ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت لحارس المرمى، وصلت لكوميل. كرة لهمام، همام طارق أمامي الكرة، خروج لحارس المرمى، تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، تترك من مصطفى طارق إلى ركلة مرمى. شوف مع سرعة الرياح وهطول الأمطار كل هذا عكس طبعا نادي القاسم، ويصب بمصلحة نادي أربيل، على اعتبار أنه أربيل يهاجم من اليمين إلى اليسار. كرة ملعوبة أمامية طالت على تيميروف إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. كرار علي على التنفيذ، كرار حكم المباراة ربما يعيد أو خطأ بتنفيذ رمية التماس، تصبح لأربيل، تنفذ للأمام سريعة الكرة، تصل لحارس المرمى مصطفى طارق. كرة لنادي القاسم تعود لعلي شاخوان، تترك إلى تماس، وصلت لهمام، علي شاخوان، مارلين، همام أمامي الكرة، كريستوفر جون لسفين منصور، الكرة العرضية لا زالت خطيرة، تيميروف تتهيأ لعلي شاخوان، تغيير اتجاه اللعب، وبعد ذلك الكرة العرضية وصلت تالي مرتدة، مرتضى قصاد، تنقل للأمام، تبعد إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت من إيسيان إلى رمية تماس، تماس لنادي القاسم الباحث عن هدف التعادل من الكرات المرتدة. هذه الكرة التي سيطر عليها حارس المرمى كميل السعدي. رمية التماس مرتضى، وصلت لمارلين، شوبانوف يحاول فيها، تبعد إلى خارج أرضية الملعب، هنا علي كريم، رمية تماس أحمد زيرو،
على التنفيذ. الكرة تنفذ، بعد ذلك تبعد. لا زالت مستمرة، تقطع مع وجود صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء. إذن يبدو لي أحمد زيرو هو من يتلقى البطاقة الصفراء. اي نعم، أحمد زيرو يتلقى بطاقة صفراء. مباراة لا زالت بال1-0. هنا ليث وهنا محمد سعيد. هذا التدخل على قدم اللاعب محمد سعيد، وركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي القاسم. بالسلامة لمحمد سعيد. ركلة حرة مباشرة أمامية. الكرة تبعد بعد ذلك، لا زالت مرتدة الآن، فيها إبعاد من ذي الفقار. وصلت لمحمد سعيد. تبادل الكرات، تبعد إلى تماس جهة البعيدة. هذا سفين منصور. رمية تماس لنادي القاسم. كرة ترسل عالية للأمام. علي كريم يمرر. تبادل الكرات. محمد سعيد تبعد بعد ذلك. متابعة للكرة جهة اليمين. أحمد زيرو. كرة بالأخير إلى ركلة مرمى. هنا كوميد، بينما هنا كريستوفر جون، لاعب البديل الوحيد لنادي أربيل في اللقاء، الذي جاء بديلا لألفارو. كرة عالية، همام بضربة راسية. تيميروف أقرب لمدافع نادي القاسم. بعد ذلك الكرة ترسل لليث، خاطئة من ليث. كريستوفر جون يحاول فيها ضغط على حامل الكرة، يتلاعب بالمدافعين ومن ثم تقطع إلى تماس من ليث محمد. رمية تماس. همام طارق. همام الكرة تنفذ، تبعد بعد ذلك الكرة طويلة للأمام. تغطية من إيسيان في المنتصف لأحمد زيرو. اصطدت الكرة بمرتضى قصاد. مرتضى قصاد يعود لمحمد سعيد. محمد سعيد يحاول فيها. المدافع كران علي أبعد الكرة للأمام. علي كريم يحاول تغطية كذلك حاضرة من هارون الزبيدي. يضطر للعودة للخلف. ليث يمرر، تقطع الكرة وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا أحمد زيرو. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هناك تغييرات قادمة يبدو لي. مرتضى قصاد. قصاد الكرة عالية ممتازة من قصاد، ولكن بعد ذلك تبعد. وصلت لكريستوفر جون. كريستوفر انطلق. كريستوفر يحاول فيها، بينما المرور ممكن والمتابعة للكرة بانتظار الزميل. وصلت لسفين منصور. بعد ذلك تمرر. تغيير اتجاه اللعب إلى جهة اليمين. 70 دقيقة 20 دقيقة الوقت المتبقي. لا زالت الأمور من الدقيقة 42. تقدم نادي أربيل بهدف لمارلين شوبانوف. كرة ترسل عالية، فيها إبعاد. بعد ذلك الكرة لا زالت. مارلين دفع وبالتالي خطأ.
ركلة حرة مباشرة على عبد الله باسم. خطأ لمارلين. ركلة حرة مباشرة. أكبر نتيجة بين الفريقين فوز أربيل 5-1. موسم 2021. في يومها شيكو كريم سجل هدفين وبارزان شيرزاد وحيدر قرمان وآكام هاشم. خروج لهارون الزبيدي. عمر جنكي وكريستيان باركو. خروج لعلي شاخوان وهارون الزبيدي. هذا عمر جنكي وكذلك كريستيان باركو. كريستيان لديه هدف على نادي دهوك، لاعب الأرجنتيني. هنا علي كريم لديه محاولة في الشوط الأول وكانت جيدة وجميلة بالنسبة لهذا اللاعب. هنا لاعب مصاب. هنا حكم المباراة محمد علي يتحدث مع همام طارق. بالسلامة لكرار علي أو هذا ذو الفقار. ذو الفقار محمد يشكو من الإصابة. يستبدل ربما، لا يستطيع إكمال المباراة. هذا باركو. خطأ لكريستيان. ركلة حرة مباشرة. خطأ على ليث محمد. ركلة حرة مباشرة في مكان خطير لمصلحة نادي أربيل. شوف كريستيان باركو وبالتالي الخطأ والركلة الحرة المباشرة. هذه الكرة الماضية. كرة كذلك في مكان قريب وخطير لنادي أربيل على مرمى نادي القاسم، في الوقت الذي يحاول نادي القاسم أن يحافظ على شباكه من هدف ثاني ويحاول من الكرات المرتدة أن يعدل النتيجة في هذا اللقاء. هذه كرة من الكرات الخطيرة. كريستيان الأرجنتيني على التنفيذ. هنا اللاعب البديل حسين جبار بديلا لذي الفقار محمد الذي ترك المباراة بداعي الإصابة. الخطأ والركلة الحرة المباشرة. الكرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد خطيرة. أوه. جول ثاني. هدف ثاني لأربيل. هدف ثاني. تيمي روف الأوزبكي هداف دورينا يظهر من خلال اللقطة الماضية ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة. أوزبكي آخر يظهر لنا من خلال هذا اللقاء بعد الظهور الأول اللي كان لمارلين بتسجيله للهدف الأول. هنا يظهر تيميروف أو مارلين هذه الكرة وبالتالي عادت لمارلين. اي نعم مارلين هو من أضاف الهدف الثاني للمرة الثانية. مارلين يسجل الأوزبكي بهذا اللقاء.
مارلين شوبانوف مدافع نادي أربيل. شوف الكرة التي تابعها وكان فيها إبعاد من حارس المرمى، ولكن الإبعاد ما كان قوي. وهنا الصورة كانت واضحة على تيميروف، على أساس أنه تيميروف اللي سجل، ولكنه مارلين اللي سجل، ومارلين اللي يودع الكرة داخل الشباك، ومارلين اللي يظهر بهذه المباراة. وهذا هدف الثالث بهذا الموسم، سجل في المباراة الماضية ويسجل بهذا اللقاء الهدف الأول والهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة. هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. تزداد الأمور صعوبة على نادي القاسم. هنا همان طارق، كرة تنفذ الآن، تبعد، متابعة للكرة، مايكل، تعود لنادي القاسم، مرتضى قصاد، تمرير الكرة، قصاد مرة أخرى يحاول فيها، يمرر للبديل حسين جبار، ليث محمد، مارلين، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا مارلين صاحب أهداف هذه المباراة، سجل هدف في الشوط الأول وسجل هدف ثاني في الشوط الثاني. لاعب الأوزبكي. شوف الإعادة للكرة الماضية التي حافظ عليها حتى الوصول إلى ركلة مرمى. بالسلامة لعبد الله باسم، وكذلك بالسلامة لمارلين شوبانوف. حكم المباراة يتأكد من الكرة الماضية إذا ما كان فيها شيء من غرفة الفار من فايد كريم وعلاء محمد. هل فيها ضرب؟ هل كان فيها شيء؟ ينتظر حكم المباراة. هل يستدعى لمشاهدة اللقطة؟ نادي القاسم المباراة رقم 14 خارج أرضه، مباراة اليوم تعادل أمام الغراف و12 خسارة خارج أرضه مع بقية الخسائر اللي كانت كذلك على أرضه. هو بمجموع الخسائر ب 27 خسارة، منها 12 خسارة كانت خارج أرضه. التعادل الوحيد اللي كان أمام الغراف كان خارج أرضه كذلك. تلك المباراة في الجولة الرابعة التعادل بدون أهداف. الموسم الماضي فوز القاسم في المرحلتين الأولى 4-0 الحارث حاتم، سيف رشيد، كريم أبو بكر. تتحدث عن أسماء، وبالتالي المرحلة الثانية كذلك الفوز بهدف لسيف رشيد. الموسم الماضي الموسم الجميل بالنسبة لنادي القاسم، أيام الجميلة أيام الحارث حاتم وسيف رشيد وبقية اللاعبين، والصراع الكبير الذي كان بالنسبة لنادي القاسم في الموسم الماضي. ولكن هذا الموسم الحال بالنسبة لنادي القاسم الكل يتفق على أنه النادي هذه النتائج
لا تسر الجميع، لا باقي الأندية ولا حتى جماهير كل الأندية ولا حتى كل إعلامي، كل متابع لدورينا لم يكن يتمنى أن يكون هذا الوضع بالنسبة لنادي القاسم. وضع الصعب، وضع الفريق، الأمور ليست بخير. همام طارق عالية الكرة، وصلت بعد ذلك همام من جديد يحاول فيها، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة الآن. ركلة حرة مباشرة، هذا التدخل من إيسيان. كرة للأمام تبعد بضربة رأسية، تبقى المحاولة مستمرة والتصويب ولكنها مرت إلى الخارج. أحمد ناجي بتصويبه ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا كريستوفر جون، انتصار السابع عشر لنادي أربيل من خلال هذا الموسم لغاية الآن مع التقدم بهذه النتيجة والوصول للنقطة رقم 59. إلى خارج أرضية الملعب. هنا ليث محمد أحد البدلاء، كرة وصلت بعد ذلك تبعد بضربة رأسية ومن ثم من مدافعي نادي القاسم إلى خارج أرضية الملعب إلى التماس. صراع على الكرة تنتهي برمية تماس. إيسيان كرة ترسل للأمام تصل لحارس المرمى. بالمناسبة اليوم الهدف رقم 70 في مرمى نادي القاسم، 70 هدف في 29 جولة، رقم صعب جدا بكل الأحوال وبكل الأمور التي رافقت الفريق بكل تأكيد. بينما الكل كان يتوقع بأنه نادي القاسم سيعود وينهض في جولات متتالية، ربما تكون الأمور بأفضل حال، ولكن استمرت الخسائر واستمر هذا الحال وهذا الواقع. يؤسفني جدا بطبيعة الحال، الأمر محزن تماما، الأمر لا يسر كل متابع لكرة القدم، والجميع لم يكن أحد يتوقع أن تكون هكذا الأمور بالنسبة لهذا النادي، أن تكون الأمور بهذا الحال بهذا الواقع. كنا في كل جولة نتوقع أن تتغير الأمور، أن ينهض الفريق،
أن يعود الفريق، أن يتعافى الفريق، ولكن الجراحات عميقة وكانت تحتاج لمن يداويها، ولكن بقي الحال على ما هو عليه. جماهير نادي أربيل كانت واضحة في الصورة، فرحة بهذا التقدم، فرحة بانتصار جديد بالنسبة لنادي أربيل الإمبراطور، اللي يواصل كذلك ملاحقة أندية الجوية والشرطة على اعتبار أنه في ثالث الترتيب. بالسلامة لمحمد سعيد. هذه جماهير أربيل، تحية لهذه الجماهير الوفية التي ما يهمها الأجواء الممطرة كانت والأمطار كانت، هطول الأمطار كان بصورة كبيرة جدا على المدرجات، ولكنها لم تغادر الملعب، لم تغادر المدرجات، بقيت صامدة، وبالتالي ترافق الفريق في كل الظروف حتى يحقق الفريق ما يريده، وهي النقاط الثلاث، النقاط الكاملة، وانتصار جديد ينضم لبقية الانتصارات ونقاط جديدة تضاف. كرة ملعوبة الآن، مرتضى قصاد، إبعاد، ولكن الكرة اصطدت، تبقى المحاولة داخل منطقة الجزاء، الكرة خطيرة ولكنها تبعد بعد ذلك. أبعدت الكرة، همام، إيسيان، باركو، كريستيان، الكرة تقطع، بعد ذلك متابعة للكرة. جولة القادمة جولة 30 ستلعب يوم الثلاثاء، يوم 21/4 ستنطلق الجولة القادمة. صافرة وخطأ، لدينا تغييران، أحمد علي ولاعب آخر على ما أعتقد مسلم عقيل. هذه الكرة اللي كان فيها خطأ لعلي كريم، وركلة حرة مباشرة لنادي القاسم. هذا مسلم عقيل، خروج محمد سعيد ومرتضى قصاد، دخول لأحمد علي ومسلم عقيل. تغييرات للمدرب حسن هادي مدرب نادي القاسم. الدقيقة الأخيرة كرة للأمام ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا محمد سعيد، ركلة مرمى لكميل، كرة أمامية، همام، مارلين، إيسيان، رمية تماس لنادي أربيل. 90 دقيقة انتهت، نلعب في الوقت المضاف 5 دقائق الوقت المضاف للشوط الثاني. صافرة ولدينا خطأ. اوه بالسلامة، شوف الدماء، بالسلامة 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 بالسلامة، شوف الدماء، وبالتالي اللاعب ملقى على أرضية الملعب والدماء تسيل. اللاعب ملقى على أرضية الملعب والدماء تسيل. بالسلامة
بالسلامة، نتمناها أن تمر سليمة يا رب. بطاقة صفراء لمايكل بعد التدخل الأخير. خطأ لنادي القاسم. الكرة تنفذ، وصلت لحارس المرمى. وصلت لحارس المرمى. مباريات اللي ما سجل فيها نادي القاسم، هذه المباراة تنضم لباقي المباريات. مباراة النفط أول مباراة لهذا الموسم بالنسبة لنادي القاسم، ما سجل فيها بطبيعة الحال. العديد من المباريات، مباراة أمانة بغداد، مباراة الغراف، الزوراء، الميناء، زاخو، الكهرباء، ديالى، الطلبة، القرمة، نوروز، القوة الجوية، وكذلك دهوك والنجف، أربيل في المرحلة الأولى. أنا أتحدث عن مباريات المرحلة الأولى والثانية. طلبة، زاخو، كرة خطيرة وحارس المرمى يتصدى أمام تيميروف، وكان ممكن هدف ثالث، ولكن حارس المرمى يتصدى مصطفى طارق لكرة تيميروف في اللقطة الماضية. بالسلامة للاعب نادي القاسم حسين جبار، لا يزال يتلقى العلاج. حكم المباراة محمد علي. مباريات الجولة القادمة كما ذكرت الثلاثاء تنطلق يوم 21/4، نفط ميسان والنجف، الميناء وأمانة بغداد. الأربعاء اليوم الثاني سيكون للجولة 30، موصل والنافط، الشرطة والقاسم، كرخ والقرمة، طلبة ونوروز، زوراء وديالة. واليوم الثالث للجولة 30 تستكمل يوم الخميس، دهوك والغراف، القوة الجوية وأربيل، زاخو والكهرباء. هذه مباريات الجولة القادمة. بينما هذه المباراة هنا اللاعب الذي أصيب أحد البدلاء حسين جبار، وهذه المباراة خسارة جديدة لفريق نادي القاسم، خسارة رقم 28 بهذا الموسم، وهذا رقم مخيف جدا، ورقم لم نتمنى أن نشاهده مع نادي بقيمة نادي القاسم في المواسم الأخيرة على المستوى الذي قدمه. هو في الموسم السادس على التوالي، الموسم الماضي قدم الشيء الكثير، ولكن هذا الموسم وهذه الظروف التي رافقت الفريق، وبالتالي نصل للجولة 29 وكذلك تكتب هذه الجولة من ضمن الخسائر لنادي القاسم، وتستمر النتائج السلبية بالنسبة لهذا الفريق الذي في كل جولة كان يتمنى أن يتعافى، كان يتمنى أن تكون الأمور مغايرة، ولكنها لم تتغير، ونتمنى أن تكون الأمور مغايرة في المباريات القادمة وقادم المواعيد بالنسبة لنادي القاسم، ونتمنى أن تكون هنالك التفاتة من المسؤولين على هذا النادي الذي قدم نفسه للموسم السادس على التوالي في دورينا. هذه تصويبة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص تأتي الصافرة للنهاية الكاملة لهذه المباراة بفوز نادي أربيل بهدفين
للاعب مارلين شوبانوف الواضح في الصورة في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق الأوزبكي. مبروك لأربيل، هارد لك لنادي القاسم، وتستمر الخسائر والجراحات بالنسبة لهذا النادي الذي لم نتمناها لا في الجولات الماضية ولا حتى نتمنى أن تستمر إلى الجولات القادمة. كنت معكم معلق المباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.